أعزائي الأعزاء، السلام عليكم. يا ترى ترامب عايش؟ يا ترى ترامب ميت؟ يا ترى إيه حكايته؟ الموضوع بدأ من هنا، من أمريكا، لما بدأت تكتر كتير من التساؤلات. فين الرئيس الأمريكي؟ وليه انقطع البث بتاعه في البيت الأبيض؟ رغم إن ده حاجة عمرها ما حصلت. بعد كده الناس بدأت تخمن وتقول لك إن هو مات، والحكومة الأمريكية متسترة على الموضوع ومش عاوزة تعلنه. بس مبدئيا عاوز أقول لك إن ابن المحروق دوت ما ماتش، بس في نفس الوقت ما تحزنش وما تفرحش. لازم تعرف الموضوع جاي منين ورايح فين. عاوز اقول لك ان هو مصاب بمرض نادر اسمه مرض المهاد التحتي، وان هو حاليا موجود في العنايه المركزه. طيب، ايه مرض المهاد التحتي دوت؟ في الاول لازم تعرف يعني ايه مهاد تحتي. المهاد التحتي دوت عباره عن جسم صنوبري زي حجم الترمسايه كده، موجود في قاع الراس بين الغده النخاميه والغده الصنوبريه. كمان موجود تحتيه كل الاعصاب اللي بتتحكم في العين وحاسه السمع وحاسه الشم وحاسه الكلام، كمان حركه الايدين وحركه الرجلين. الجمهاد التحتي حاجه مهمه جدا في جسم الانسان. ليه؟ لانه اول حاجه بينظم عمليه الاكل والشرب للانسان. تاني حاجه بينظم عمليه الجماع الجنسي، بمعنى هو اللي بيحدد ان كان الشخص شره جنسيا او ضعيف جنسيا، بمعنى عنده رغبه شديده او ما عندوش رغبه خالص، سواء في الاكل او في الجنس او في الشرب. من ضمن الحاجات اللي بتصيب الشخص اللي عنده مهاد تحتي ان هو باستمرار بيمشي في خطوط مستقيمه، باستمرار بيبقى عنده حاجه زي وسواس قهري، باستمرار بيشك في كل الناس اللي حواليه. طيب، المهاد التحتي دوت بيجي نتيجه ايه؟ بيجي نتيجه 3 اسباب. واحد، الخلل الهرموني. اتنين، ورم بيصيب الراس ومحدش بيعرفه، يعني بيتساب لفتره طويله جدا. تالت حاجه، بتيجي نتيجه خبطه او صدمه بسيطه جدا، فبتؤدي لعمليه نزيف في المهاد التحتي، فبتحصل عمليه الخلل. المهاد التحتي هو اللي بينظم درجة حرارة جسم الإنسان، بمعنى لو درجة حرارتك ارتفعت فالمهاد التحتي مش شغال بصورة كويسة، لو درجة حرارتك انخفضت معنى كده إن في خلل في المهاد التحتي. طيب، المهاد التحتي دوت لما بيصيب الراجل في سن ال60 أو الست على فكرة، بتحصل زي عملية خلل من الناحية الجنسية، بيبقى عنده شراهة ناحية الجنس. بقول شراهة ناحية الجنس، ما بقولش رغبة، يعني قوة جنسية، رغبته بتزيد، هو عاوز يمارس، سواء يقدر او ما يقدرش دي حاجه تانية خالص ملناش دعوه بيها. يعني بتبقى عنده رغبه شديده ان هو يمارس الجنس. طيب، تاني حاجه عنده رغبه شديده ان هو يشرب، سواء ميه، عصاير، او حتى كحوليات. كمان نسبة الأكل عنده بتزيد، بياكل كتير جدا جدا جدا، فدوت بيتعكس بصورة على جسم الراجل، بيبقى تخين جدا. طيب، الست الحاجات ديت زائد إن هي بتلبس ملابس خليعة، يعني والعياذ بالله، يعني حاجات بتبين مفاتنها، رغم ان هي بتبقى كبيره جدا وسنها بيعدي سن ال60. كمان عاوز اقول لك ان المرض ديت معلومه خاصه بيك، ما بيصيبش الناس بعد سن ال60 وبس، لا، ده ممكن يصيب الاطفال، الشباب المراهقين، سواء ولد او بنت. فبتبص تلاقي الولد اساسا عاوز ينام كتير، عاوز ياكل كتير، عاوز يشرب كتير، عاوز ينام طول النهار ويفضل صاحي طول الليل. كمان بيصيب البنات خلال فتره الدورة الشهرية، وده بيسبب آلام شديدة عندهم واضطرابات نفسية شديدة جدا. بس في الحالتين دول بيبقى يعني حميد. ليه؟ لأنه مع الوقت بيختفي، يعني مع فترة المراهقة ما بتعدي المرض بيختفي. طب ايه اللي حصل مع المشحوم ابن الكلب اللي اسمه ترامب دوت؟ ترامب حصلت له حادثه اغتيال قبل الانتخابات الرئاسيه. في ناس بتقول لك ان هي مسرحيه، وفي ناس بتقول لك ان هو حقيقه، ما لناش دعوه بالموضوعين. الموضوع ان الموضوع دوت فعلا كان فيه محاوله اغتيال، والجواردي او الحارس الشخصي، الحراس بتوعه، هم بيشيلوه من المكان او بياخدوه من المكان، حصلت له خبطه بسيطه جدا في راسه، دوت ادى ل نزيف بسيط جدا في المهاد التحتي، ومحدش حس بيه او هو ما حسش بيه. لكن مع الوقت بدأت زي ما بقول لك الرغبه الجنسيه عنده تزيد. وتلاحظ دوت في الفيديو لما كان بيكلم صحفيه وبيقول لها انت جميله جدا وانت وسيمه جدا، وبتمنى ان انت تكوني معانا في البيت الابيض باستمرار، وعارف ان انا رئيس الولايات المتحده الامريكيه، بس في نفس الوقت مش قادر اخبي دوت، وعارف ان الكلام اللي بقوله دوت ممكن ياثر على حياتي المهنيه ويقضي على حياتي كرئيس للدوله، بس انا بقول ان انت جميله جدا. دوت يعني حاجه بسيطه جدا من اللي بتحصل، هو ما بيقدرش يسيطر على مشاعره. طيب، هو اللي حصل دلوقتي، اللي حصل ان صاحبنا دوت دلوقتي بدأ ياكل كتير، بدأ يشرب كتير، بدأ
يعني عجله زي ما بقول لك كده يفهوت شويه مع الوقت اساسا. لو تلاحظ كمان ان بدات تظهر له كدمات في ايديه وفي رجليه، كان بيحاول يغطيها من خلال الميك اب المكياج، لكن في اخر لقاء ليه قبل ما يختفي او قبل ما يدخل العنايه المركزه، الناس لاحظت بصوره كبيره جدا وهو بيسلم على الرئيس الروسي بوتين ان العلامات او الكدمات موجوده في دي. طيب ايه اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل دلوقتي ان هو موجود في العنايه المركزه بين الحياه وبين الموت. ليه؟ النزيف كان صغير جدا صحيح، بس في نفس الوقت سن الراجل كبير جدا جدا جدا. نسبة الأكل ونسبة الشرب اللي شربها الفترة ديت أساسا بدأت تعمل له زي تصلبات في الشرايين، وبدأت يعني عدم اتزان موجود حاليا فيه. في الوقت يعني الأطباء بيقولوا إن هو عنده ملازمة اسمها ملازمة كلارك. هي اللي هي المهاد التحتي او المرض دوت اساسا. ايه اللي هيحصل له؟ ده حاجه بين ايدين ربنا، ممكن يصحى منها وممكن ما يصحاش، ممكن يفوق وممكن ما يفوقش، لان بعد سن الستين لو الشخص خد العلاج سواء كان خلل هرموني فبياخد علاج بينظم عملية الهرمونات، سواء كان ورم فبيزيلوا الورم دوت من خلال عملية أو من خلال علاج إشعاعي أو من خلال الخبطة اللي بتأدي للنزيف دوت أساسا، فبيشيلوا النزيف دوت أساسا وبيعالجوه، فالشخص بيرجع لحالته الطبيعية. لكن في حالة ترامب سنه كبير جدا وهم مش عارفين يعملوا إيه، يعني مش عارفين يعلنوا فهتحصل اضطرابات في البلاد، مش عارفين يخبوا، والشخص اصلا كان مجنون كل شويه يطلع في الجولف وكل شويه يطلع يتكلم في بث مباشر وكل شويه يكتب تويتات، فهم مش عارفين يعملوا ايه. دوت كانت نتيجه يعني دخوله العنايه المركزه. نسأل من ربنا التسهيل ان ربنا ياخده ان شاء الله. ما تنساش اللايك والمتابعه. السلام عليكم اصحابي واحبابي.